السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. طبعا الجو صعب خالص، مش محتاج حاجة غير كوباية ليمون بالنعناع تطر على قلب الواحد كده وتشيل الحر اللي الواحد فيه ده. بجد مش عارفين نعمل ايه في الحر ده. فهنجيب هنا كوباية سكر، 3 ليمونات متقطعين كده صغير، ربع كوباية حليب عشان الليمون ما يمررش، ما تكتريش، هو يعني نقطتين 3 مش اكتر. وهنحط المية طبعا بالضعف الكمية على حسب العدد، وهنضرب عادي خالص بالهاند بلندر او بالخلاط لحد ما السكر يدوب والليمون يتفرم. حاجة بسيطة خالص، ومن البيت بتهيألي مفيش بيت مفيهوش ليمون يعني، دايما في التلاجة على طول. حاجة بسيطة خالص والله ومش مكلفة. همسح الدنيا واصفي الليمون ونشوف مع بعض. هنا كنت صفيت الليمون، هجيب بقى الكوبايات اللي هصب فيها. هحط في كل كوباية كام قطعة من التلج كده، 3 4 قطع، وضروري التلج وهنعرف ليه دلوقتي. يعني برضو التلج في الفريزر مش مكلف ولا حاجة، برضو حاجة بسيطة. هجيب هنا بقى صوص النعناع، ده صوص في اي سوبر ماركت عادي، وهنحطه كده في كل كوباية شوية صغيرين كده تحت. ونبتدي بقى نصب الليمون على النعناع بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. ميزة التلج بقى او مهمة التلج ان هو بيفصل الليمون عن النعناع، بيعمل طبقات ودرجات لون حلوة قوي، يعني شغل كافيهات يعني. خلي عندك صوص النعناع في التلاجة، دخل عليك يضيف كده، دخل عليك يضيف، مش عندك فاكهة ولا عندك حاجة، شوية صوص نعناع على ليمونتين تعملي احلى شوب ليمون بالنعناع. انا بقلب هنا عشان يعني اعمل درجات لون بس مش اكتر، بس ما تقلبيش قوي علشان خاطر مش يبقى كله لونه اخضر، يعني احنا عايزين الدرجات دي. وهنا خلاص ليمون نعناع ساقع، ليمون بالنعناع ساقع جدا وحلو، يطر على قلب الواحد كده وينعنش. يلا جربوه بألف هنا على قلبكم، مع السلامة.